ما تتجوزيش. يعني ايه؟ يعني لو متخيلة انك لما تتجوزيه معناها انك ملكتيه، يبقى ما تتجوزهوش. ولو مش هتديله حريته بعد الجواز وتخنقيه، يبقى ما تتجوزهوش. ولو متخيلة انك اتجوزتي كريم في مسلسل فاطمة وهيفضل يحب فيكي ليل ونهار ونهار وليل، يبقى ما تتجوزهوش. ولو متعرفيش ان الجواز يعني مسؤولية، يعني بيت، يعني اولاد، يبقى ما تتجوزهوش. ولو اسرار بيتكم هتبقى بره، وماما هتعرف وبابا هيعرف والبيت كله هيعرف، يبقى ارجوكي ما تتجوزهوش. ولو مش هتعملي له كل اللي نفسه فيه وكل اللي كان بيشوفه بره بيته، يبقى ما تتجوزهوش. لو قبل الجواز هتبقي مهتمة بنفسك، وبعد الجواز هتبقي وحشة ومش مهتمة، وفعلا فعلا هتكرهيه فيكي، يبقى ارجوكي ما تتجوزهوش. لو ما احترمتهوش بينكم وبين الناس وقدام اهله وبين كل الناس، يبقى ما تتجوزهوش. ولو مش ناوية تسمعي كلامه وكلامك انتي اللي هيمشي، يبقى يا اختي ما تتجوزهوش. ولو مش هتعفيه وتمنعيه ان هو يبص بره بيته، يبقى ما تتجوزهوش. لو مش هيحس معاكي بالحب والامان وهتبقي معاه جافة، يبقى ما تتجوزهوش. لو هو مش هيكون على قائمة اولوياتك وهو اهم حاجة في حياتك، ومش مهم شغلك، مش مهم اي حاجة غير هو اول حاجة، يبقى ارجوكي ما تتجوزهوش. لو مش هتستحمليه، هو جاي متنرفز من بره، هو جاي قرفان من بره، وهو جاي زهقان من شغله، يبقى ارجوكي ما تتجوزهوش. ولو مش هتستحمليه لما يبقى مش معاه فلوس ويبقى مفلس، ويبقى الدنيا كلها جاية عليه وبيلجأ لك انتي، ومش هتستحمليه، يبقى ارجوكي ما تتجوزيش. لو هتذليه في يوم من الايام انك انتي ساعدتيه وتبدأي تعملي معاه مشاكل، يبقى ما تتجوزهوش. ولو هتنكدي عليه حياته وتعيشيه في مأساة، يبقى ما تتجوزهوش. انا النهارده جايه انصحك يا اختي، ويا اختي ويا حبيبتي، البيت ده مملكتك، بايدك تخليها جنة، وبايدك تحوليها النار. انتي اميرة بيتك، ارجوكي حافظي عليه. مي رفعت.